السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهاردة يوم جديد من عند فراخنا. طبعا منيلين الدنيا خالص حوالين الفرشة. هنضف لهم. النهاردة احنا تمينا اسبوع، هنوزن مع بعض ونطمن مع بعض على الاوزان ونشوف اخبار الدنيا ايه معانا. طبعا ما عندهمش اكل، هنضف لهم ونحط لهم اكل ونظبط الدنيا وارجع لكم. طيب انا خلاص نضفت لهم. النهارده بقى عمر اسبوع هنبتدي ان احنا نوزن. تمام، اهو الميزان بتاعنا صفرناه. هنبتدي ايه، ناخد مثلا 3 4 كده، نوزن نطمن على الاوزان ونشوف الدنيا ايه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحد 200 280، مش هنقول 285. بسم الله بسم الله. 210 تقريبا. حلو، طالما في فرق جرامات كده يبقى ايه، ما نقلقش. استنى كوكو، استنى كوكو. اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 260. تمام. عايزين واحد ايه من اللي قاعدين جوه دول. استنى كده. بسم الله. لا 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 لا، ما تهزرش بقى كده. اه كده. طب تعالى تعالى، رايح فين؟ برضه 260. تمام، يبقى احنا كده من 200 وطالع. تمام، احنا الاوزان بتاعتنا كده من 200 وطالع. اللهم بارك. الكب من الانواع اللي احنا اتفقنا ان الكب من الانواع اللي بيبان عليها الوزن بسرعه. احنا المفروض على عمر 15 يوم 16 يوم نكون جبنا النص كيلو. فاحنا كده حلو في المعدل، ان احنا اسبوع كده ما شاء الله ما شاء الله كده وزنهم كويس معانا. هحط النهارده على العلف شويه من الكزبره وشويه من الجنزبيل المطحون. ليه بقى الجنزبيل؟ الجو ابتدى يهوي، والجنزبيل من الاعشاب المهمه جدا اللي بتدفي في الفرخ. يعني عايزه تدي دفى للفرخ، حطي له جنزبيل. فانا هحط رشه جنزبيل مطحون كده ورشه كزبره على العلف بتاعهم، لان احنا لسه في اول اسبوع. احنا بنحط الحاجات كلها بودر، او الحاجات اللي هي تبقى سهله معاهم في الهضم. وعلى الميه هحط الحلبه اللي احنا غاليينها وسايبينها. خليكم معايا. طيب انا اهو حضرت العلف بتاعي. هحط لهم قد معلقه كده كزبره، بس المعلقه دي صغيره، فهحط ايه كمان معلقه. وهنحط زيها كده جنزبيل. تمام، ادي واحده. ممكن على الميه عارفين احط ايه؟ هقول لكم. لقيته عندي برضو لسه من الدوره اللي فاتت، فهنستغلوا الدوره دي، هيبقى كويس قوي ليهم ولوزنهم. هوريكم دلوقتي. احط لهم بس الاكل، لان بصوا العلافه جوه، يعني بصوا عمالين اصلا ينقروا فيها. مش عارفه مش شايفين العلافه دي؟ انا دخلتها بالعافيه بالعافيه. عمالين كل ما احط لهم علف يقلبوه في الارض. اهي العلافه بتاعتهم. كل ما احط لهم الاكل بتاعهم الاقيهم قلبينه، طبعا منطورينه في الارض مبهدلين بيه الدنيا. فقلت لا، ما بدهاش بقى. انا عايزه بس الصوره تبقى واضحه معاكم. قلت ما بدهاش بقى، احط العلافه دي بتنفعني ان هي ايه، متقسمه كده، ما بتخليهمش ان هم يعرفوا يقلبوا العلف منها. سهله وعمليه. حتى بيبقى ليها زي عمود كده، تعرفي تربطيها، تعرفي تحطيها في اي حته. لو انت مثلا عايزه تعلقيها بينفع ان هي تتربط وتتعلق. بس انا طبعا عشان احطها جوه، وانا اصلا العمود الحديد بتاعها اللي هو بيبقى فيها ده انا مش لاقياه، لان هي دي تالت دوره تقريبا ولا رابع دوره عندي. فانا العمود بتاعها انا مش لاقياه بصراحه. هحاول يعني ان شاء الله لما اطلعهم بره كده على الارض، احاول ابقى اشوف لهم اي صرفه ان انا اربطها تبقى متعلقه. حاضر حاضر حاضر. اوعى. طيب انت وهو كده، اوعى. اهي مجرد ما بتهزيها كده تلفيها، الاكل بينزل لهم بقى من الاخرام بتاعتها دي. متقسمه وحلوه، ما بتخليهمش يعرفوا ينطوروا العلف. ما تلاقيش فرخ عارف يقف فيها، يا دوب هما بياكلوا بس وهما واقفين كده، فاهميني؟
واول ما العلف بيبتدي يخلص هي بتنزل لهم حبه بحبه. بس انا عشان زي ما بقول لكم مش لاقي العمود بتاعها ده اللي انا يتربط منها، بيبقى هنا كده. بصوا بيبقى هنا كده مكان الخرم ده بيبقى فيه زي عمود كده مربوط، تقدري بقى تطوليها تقصريها تعملي فيه اللي انت عايزاه. بصوا بقى على الميه هحط ايه، فاكرين ده كان معايا من الدوره، استنوا انور لكم بس النور. ده كان معايا من الدوره اللي فاتت، اخر ايام في الدوره اللي فاتت كان البيطري عطاهولي، قال لي ده فيتامين ب حلو قوي معاهم للاوزان وكده. هو حلو لكل مختلف المراحل، يعني ما تقوليش الفراخ صغيره مثلا مش هينفع معاهم، لا هو حلو لكل المراحل. فانا اهي الميه بتاعتهم اهي منضفاها لهم، هحط معلقه هنا ومعلقه هنا ونشوف ان شاء الله مع بعض. حتى كانوا اخر الكيس اهو، حطيت معلقه هنا ومعلقه هنا، وهحط لهم الميه واسيبهم كده. انا من النهارده الظهر كده ابتديت احط لهم خل. الخل حلو طبعا، مضاد سموم، احنا محتاجين مضاد سموم كل اسبوع. وايام فتره تغيير العلف بقى اللي احنا هنبتدي نغير العلف من مرحله لمرحله، بنحط مضاد السموم. يعني انت مثلا خلاص جابوا معانا النص كيلو او جابوا 15 يوم وهنبتدي ان احنا نغير لهم العلف. اليوم يعني النهارده بالليل، انا بكره الصبح هحط لهم علف مرحله اعلى. النهارده بالليل هبتدي ان انا احط لهم مضاد سموم لمده 3 ايام، وافصل يومين واحط لهم مضاد سموم تاني. تمام، اهم حاجه ال3 ايام بتوع تغيير العلف دول، لان طبعا كل مرحله في العلف بيبقى فيها سموم اعلى من التانيه. فلازم بقى مضاد سموم، ومضاد سموم من البيطري، ما ينفعش خل، ما ينفعش انت تستغني عنه وتقولي انا استخدم الخل، لا ما ينفعش، لازم مضاد سموم من البيطري. ده كان يومنا النهارده، الحمد لله احنا كده تمينا الاسبوع، اطمنا على الاوزان اللهم بارك بانت معانا الحمد لله رب العالمين. زي ما اتفقنا احنا المفروض من 15 يوم ل 17 يوم نكون جبنا نص كيلو، فاحنا كده اسبوع معانا من 200 لحد 260 280 اللهم بارك. كده الاوزان بتاعتنا ما شاء الله احنا مطمنين عليها، معنى كده ان انت ماشيه صح ان شاء الله اللهم بارك. يعني التحويل بتاعك هيبقى كويس، هيديكي اوزان زي ما انت عايزه. ان شاء الله تكون دورة خير عليا وعليكم ان شاء الله. الكب من الانواع المحببة جدا اللي بيبان معاها الوزن زي ما اتفقنا. النهارده يومنا خلص على خير، اشوفكم بكره في فيديو جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.